تعالوا اقول لكم على احلى طريقه للفول المدمس في البيت. الطريقه دي انا معتمداها من سنين، وبصراحه بيطلع زي ما انتوا شايفينه كده زبده. اول حاجه معايا الحله بتاعتي ايا كانت بقى، لو في فواله اوكي، لو ما فيش انا استخدمت هنا حله الضغط. معايا الفول ده فول بلدي، بتكون الحبايه بتاعته لونها فاتح وحجمها كبير شويه. بنقعه في ميه قبلها بيوم او حوالي 12 ساعه، والفتره دي لازم اغير عليه الميه كل شويه. بعد كده بضيف بصلايه، جزرايه، طماطمايه، فلفل حار لو بتحبوه سبايسي. بضيف كمان ليمونه متقطعه بقشرها. معايا كمان فنجان من العدس الاصفر مغسول، هو طبعا عشان كان مبلول لزق في بعضه. معايا فنجان من البليله، وفنجان من الفول المدشوش اللي احنا بنستخدمه للطعميه. بضيف كمان ورق لوري ومعلقه من الكركم عشان يخلي لونه حلو، ونص معلقه من الكربونات، وضفت كمان معلقه من الخل، وبدات اقلبهم كلهم مع بعض. نيجي لاخر اضافه معانا هنا وهي الميه. الميه اللي هضيفها لتسويه الفول لازم تكون ميه مغليه، وارتفاع الميه لازم يكون اعلى من مستوى الفول بمسافه كويسه، عشان نضمن ان الفول يستوي كويس وفي نفس الوقت ما يتلسعش مننا او يتحرق. غير ان الطبقه اللي فوق الوش من الفول لو ما كانتش متغطيه بالميه كويس، لما نيجي نشوف الفول بعد التسويه هنلاقي الفول لونه اغمق من الفول التاني وهيبقى لونه اسود. غير كمان ان انا هعمله في الحله السب، فهفتح عليه مره واحده بعد التسويه. لكن لو احنا شغالين بالفواله فهنحتاج ان احنا كل شويه نفتحها ونتابع مستوى الميه، وكل ما نحس ان هو محتاج ميه نضيف له ميه مغليه. هقلبهم كويس مع بعض. بعد كده هغطيه وارفعه على النار. بالنسبه للوقت التسويه انا بسيبه في الحله السب ساعه. بسيبه اول نص ساعه على نار عاليه شويه او مش عاليه قوي، النار المتوسطه بتاعتنا، وبعد كده بوطي النار. لو احنا هنسويه في الفوالة يبقى احنا طبعا لازم بعد اول غلوة نوطي النار خالص، وممكن ياخد 3 او 4 ساعات في الفوالة. ودي النتيجة بعد ما عدت ساعة. عايزة اقول لكم ريحته حلوة جدا، الخضار مع الورق اللوري مخلي الريحة اللي ظاهرة ريحة حلوة قوي، يعني استحالة تتوقع ان هي فول. على عكس طبعا ريحة الفول المدمس اللي احنا ممكن نشمها في الشارع واحنا معديين جنب اي محل او مطعم فول. اوقات كده بتبقى ظاهرة ريحة غير مستحبة. ايه رأيكم بقى في الكهرمان ده؟ كهرمان وزبدة مع بعض مش فول. لونه طبعا الحلو الاصفر الحلو ده طبعا ناتج عن معلقة الكركم اللي احنا حطيناها. غير ان هو مستوي قوي وزي الزبدة فعلا، وطبعا نص معلقة الكربونات مع الخل كان لها دور في ان القشرة بقت طرية جدا. طعمه كمان حلو جدا بالرغم ان احنا لسه ما ضفنالهوش اي اضافات. يعني لو حطينا له شوية زيت وليمون وكمون وملح ورغيفين بلدي كده مع ليمونة مخللة، يبقى عندنا احلى فطار. شايفين مستوي حلو ازاي؟ والطبق ده بيبقى من الأطباق الأساسية طول شهر رمضان على الفطار. كفاية ان احنا ضامنين نظافته، متنقي كويس ومغسول كويس. غير ان التسوية بتاعته صحية، ما فيهاش مادة الإيديتا اللي بيضيفوها معظم مطاعم الفول. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير. دمتم بصحة وهنا.